FM 100% جو. عدنا من جديد البرلمان في فيتا لاكتواليتي دي كاب. دونك نواصلوا معكم في استقبال المترشحين للانتخابات التشريعيه 2022. كنا خذينا عديد المترشحين نهار الاثنين وكذلك نهار الاربعاء اليوم الدفعه الثالثه من المترشحين. تستقبلوا الان المترشح عن دائره الهواريه تكلسة سي فتحي الزيادي. صباح النور ومرحبا. صباح الخير، تحيه المستمعي اسمه فيتا اف ام. خلي لك المجال باش تعرف روحك للساده المستمعين. فتحي الزيادي، معلم في قطاع التعليم، ترشح بالنسبة للانتخابات التشريعية 2022 17 ديسمبر عن دائرة الهوارية تكلسة. به سي بون ترجع لي البرنامج. تفضل. هاو البرنامج الانتخابي نتاعك. دونك لهنا خلينا نطرقوا ديريكت لاهم ما جاء في البيان الانتخابي. دونك حكيت على مدينه تكلسة كذلك على الهواريه. نعرفوا المنطقه كبيره على مستوى الارياف، المجال الفلاحي من اهم الاهتمامات. فعلا المجال الفلاحي في تكلسة الهواريه هو اهم اهتمام توكلسيه الكل. وتقريبا معظم اهالي تكلسة الهواريه ينشطوا في الفلاحه، واللي هي تعاني خاصه السنوات الاخيره من عده مشاكل. اهمها القطاع تربيه الماشيه. وفي الواقع قطاع تربيه الماشيه يكاد يكون يندثر في الجهه نتيجه عده عوامل، اهمها غلاء الاعلاف، وكذلك بالنسبه للفلاح غلاء الاسمده اللي من خلالها باش يكون الانتاج وفير وباش ينجم يقاوم تربيه الماشيه نتاعو. وعلى هذا الاساس الدعوه الى اولا تشجيع الفلاح في الاستثمار الفلاحي، تنويع نوعيه الاعلاف. علاش نقعدوا مثلا ماشيين نجيبوا في الصوجه من الخليج ومش اسمها من امريكا ولا من اوكرانيا؟ ثم زراعات بديله واهمها الفول المصري احنا نسموه، وكذلك الشعير. وبالتالي هنا لابد من تدخل الدولة لمساعدة الفلاحين في توفير هذه المادة حتى يتسنى لهم العناية بقطاع تربية الماشية وكذلك الغراسات بصفة عامة كالكروم المعدل للتحويل خاصة. والكروم معدل التحويل خاصة تشجع برشا، تشجع عليها الدولة لأنها مورد من الموارد باش تدخل لنا عملة صعبة. من أهم الغراسات الأخرى اللي من المنتظر أن الدولة أو لازم الدولة تشجع عليها هي غراسة الزيتي. ونعرف قيمة الزيتون التونسي في الخارج، وكلها موارد للعملة الصعبة. من أهم الأشياء الأخرى اللي يمكن تشجع عليها الدولة هي توفير الماء الري للفلاح. والمشكلة العويصة مؤخرا هي في الماء، في ماء الري. في بداية الإجابة على سؤالك حكيت على قلت توكلسية، ما حكيت على تكلسة الهوارية نسيتها؟ لا، قلت توكلسية وأهل الهوارية لأن نفس المناخ تقريبا ونفس الخصوصية. كلها أرياف واهتماماتها كلها فلاحة بالأساس، لأن نفتقروا العديد المصانع. ما عندناش مصانع في تكلسة الهوارية. تكلسة عندنا مصنع تاع تحويل طماطم، مش عندنا ما عندنا شيء. كيف ستعمل على دفع الاقتصاد في المنطقتين؟ كما كنت تحكي فما مصنع فقط، اليوم من الضروري انه تشغيل اليد العامله في ظل الموارد القليله، وكذلك اقتصاد وطني نعرفوا انه يعاني في اصعب ذروته. الاقتصاد احنا قلنا بالنسبه لتكلسة الهواريه المساهمه اللي تنجم تكون فعاله هي التشجيع على الاستثمار الفلاحي، واللي مش يكون سواء كانت زراعات تحويليه او حتى زراعات تزويد السوق الداخلي بصفه عامه. من اهم الاشياء قلت اللي لابد ان تتوفر بالنسبه للفلاح في تطوير هي الزراعات التحويليه كالكروم كما ذكرتها منذ حين، الزيتي، وما ننساوش الزراعات العلفيه اللي بصفه عامه مش تولي توفر لنا قطيع من الماشيه ينجم يغطي حاجيات البلاد بأسهل الطرق.
في نفس البيان الانتخابي كنت انت قسمته في نحكيو لنا عن المجال السياسي، تحدثت على دعم التوازن بين السلطات، هنا نحكيو على السلطه التنفيذيه، السلطه القضائيه وكذلك السلطه التشريعيه. كيف سيكون هذا التوازن؟ هل انه الدستور الحالي تعتقد انه احدث توازن بين هذه السلطات ام لا؟ القانون المستحدث بالنسبه للتوازن بين السلطات لتفعيله ربما لأن لاحظنا أن ثم ضعف في خصوص السلطة البرلمانية، السلطة التشريعية اللي أصبحت حسب القانون الجديد هي وظيفة بالنسبة للنائب. لكن هذا ما ينفيش زاد النائب خاصة في البرلمان القادم إن شاء الله باش يكون عنده رقابة وتشريعاته. أنا نتصور بالنسبة للبرلمان القادم مش يكون هو مش تكون اتفاقية لم صورة النائب النمطية القديمة اللي كانت في مجال واحد تقريبا لون واحد، ثم جاءت بعد الثورة ألوان عديدة اللي أثرت تأثير مباشر على معناها القوانين التشريعية الأكثرية نتاعها تعطلت. البرلمان الجديد بحول الله مش يكون في أقصى حالات لثلاثة اتجاهات. اليوم أبناء الشعب اللي هو أصل القانون الانتخابي الجديد هذايا، لا ماجوريتي نتاع النواب اللي مش يكونوا فيه هم مش يكونوا ابناء الشعب، رغم مش سهل انت كنايب باش تجمع 400 تزكيه وخاصه نصفها نساء، وبالتالي انت في تعتبر نائب من الشعب. الكتل اللي باش تكون فيه ما نتصورش انها بتتجاوز 3 كتل. كتله واللي نسبه كبيره منها هي ابناء رجال التعليم، تقريبا المترشحين يمكن يكونوا في حدود 30% من ابناء التعليم ويعتبروا ابناء الشعب فعلا. كتله مش تكون ابناء الشعب، وكتلة يمكن بالنسبة للأحزاب، وكتلة ستسمي نفسها ربما هي مستقلين. وبالتالي المشاريع المعروضة من الحكومة والتي سيصادق عليها مجلس النواب ستمر لصالح النواب، لصالح الشعب. عفوا. حكيت على المنوال التنموي، هل اليوم عندك بعض المقترحات لتطويره أو تعديله، أو أنه اليوم نحث منوال جديد؟ منوال تنموي، منوال تنموي من المستحسن أن يكون منوال تنموي تشاركي تضامن وطني بصفة عامة. وخاصة كنت نتحدث على جهتي الهوارية تكلسة، الأراضي الدولية تعتبر العائق الآن، هو العائق الأساسي في تنمية الاقتصاد في البلاد. عندنا في تكلسة مثلا أكثر من 5000 هكتار أراضي دولية، وهنا المطالبة أن ستكون إعادة هيكلة هذه الأراضي الدولية بما ينفع أبناء الجهات، في خصوص مقاسم الفلاحين الشبان، مقاسم المهندسين الفلاحيين، كذلك توفير رصيد عقاري لا باس به للبلديات، في خصوص هنا يدخل في باب السكن الاجتماعي. عديد الأشياء التي يمكن أن تنجز بالنسبة للهوارية تكلسة. تحدثت زاد على المؤسسات العمومية، نعرفوا أنه أغلبها اليوم يعاني في صعوبات مالية، حتى أنه فما عديد الأصوات تنادي بخوصصتها. هل أنت مع الخوصصة أم لا؟ أنا ذكرت قلت الشراكة بالنسبة للمملكة، الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وعلاش؟ أولا هو زوج قطاعات هذيك لابد أن تكون مؤسسات عمومية صرفة، وهي قطاع التربية وسنعود عليه بعد حين، وقطاع الصحة. لكن هناك قطاعات أخرى حكومية أو مؤسسات وطنية من الأفضل أنها تدخل فيها الخوصة بنسب بطبيعة ما تكونش أكثر من مساهمة الدولة، قصد التنقيص من عبء المديونية، لأنه عندما ننقص المديونية الإنتاج حتما سيتطور. لكن هناك اليوم مش قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود. إيه، لكن بالنسبة للموجود التفعيل نتاعهم فماش، خاصة أن الاتحاد ينادي أن جميع المؤسسات الوطنية لابد أن تبقى مؤسسات عامة، وهنا لابد من تدخل فعلي وتفعيل القانون هذا، ربما و كيفاش نقول لك دعمه بمعطيات أن تكون فعلا هناك شراكة بين القطاع العام والخاص.
نمشيو لتكلسة بالتحديد. مشروع معالجة المياه الثلاثية اللي نعرفوا صارت فيه برشا إشكاليات اليوم، شنو ناخذ رأيك فيه؟ لأنه زاد يتعلق ببعض خلينا نقولوا المعتمدات المجاورة لها. هل سيرى هذا المشروع النور أم أنه مازال متعطل أم أنه سيعاد؟ اليوم رؤيتك بهذا الموضوع. مشروع تطهير في تكلسة هو في الواقع مشروع تكلسة بامتياز، والمعضلة الكبيرة بالنسبة لتكلسة هي تحليل المياه الثلاثية، وبالتالي أصبح ضرورة مؤكدة وملحة أن يتم هذا المشروع، وتقريبا هو في خطواته الأخيرة بحول الله سيرى النور قريبا قريبا قريبا. وهنا نداء البرلمان القادم إذا كان ثم عراقيل لابد أن ينظر في هذا المشروع، واللي هو مش حكى على تكلسة بركة، وتقريبا الجهات عديد الجهات تعاني من هذا الإشكال، لكن تكلسة بالذات واللي هي مجموعة قرى معظمها يعاني معاناة كبرى، وبالتالي لابد من التسريع بإنجاز هذا المشروع، ونعتبره مشروع الحلم بالنسبة لتكلسة. به نمشيو للتعليم. انت قلت مربي اليوم فعلا معناها قاعدين نعيشوا في مؤسسات تربويه تفتقر لابسط مقومات، خلينا نقولوا مش حتى باش يقراوا، لانه نشوفوا في خاصه على المستوى الارياف مدارس مهترئه تماما، غياب معلمين. نحكيو لنا على اللغات، فما اشكاليه زاده اللي موجوده هي اشكاليه المدرسين النواب. شنو تصورك اليوم لتطوير قطاع التربيه والتعليم؟ قطاع التربيه يعتبر من المعضلات الكبرى في بصفة عامة في تونس وبصفة خاصة في تكلسة اللي ولا الهوارية اللي تقريبا كلها مجموعات قرى. صحيح الهوارية أكثر منها حظ أنها عندها منطقة بلدية، وسنأتي بعد التكلسة كيف لازم تكون عندها مدينة مركز قولان. التعليم في البداية والمنعرج الخطير اللي كان هو في خاصة كي نقولوا التعليم نقولوا احنا من الابتدائي. راهو ما يتصلح التعليم إلا من الابتدائي. الابتدائي احنا بدينا بالمقاربة بالكفايات الأساسية واللي كانت فعلا لم تأتي بالجديد. علاش؟ لأن المقاربة بالكفايات تتطلب اعتمادات كبرى، تتطلب وسائل تدريس عصرية، وتتطلب رسكلة خاصة للإطار التربوي. وهنا لفتة كريمة للإطار التربوي في رسكلته خاصة بيداغوجيا. ما ننساش الأساس هو تطوير البرامج الرسمية في البلاد التعليمية، والخروج أو ربما نقول من المقاربة بالكفايات إلى برنامج جيد يمكن للتعليم أن ينهض في تونس. صحيح تحدثت أنت على البنية التحتية، صحيح البنية التحتية هي متهرية في برشا بلايص خاصة في الأرياف. مدارس أنا قريت مدرسة دار نادر تو بلا سور، خاصة هي منطقة ريفية بامتياز قريبة جدا من جبل سيدي الرحمن، حتى الحيوانات البرية تنجم تمر فيها في أي لحظة. وبالتالي لفتة كريمة أيضا من الدولة من السلطة بصفة عامة أن التعليم هو بنية تحتية، تجويد العملية التربوية في حد ذاتها من برامج إلى إطار تربوي. في نفس الوقت زاد كي نمشيو الهوارية نلقاو عديد الأرياف زاوية المقايز وصاحب الجبل وغيرها تعاني زاد من عزلة تماما. يعني كي نشوفوا اليوم فما حتى مسالك ما عادش نحكي ولا مسالك ريفية وين تصب الامطار، هذه من الأماكن كلها تكون معزولة. اليوم شنو خطتك لإصلاح هذا الإشكال؟ كي نقولوا الهوارية ونقولوا تكلسة راهي المعضلة الكبيرة هي، وأنا ذكرتها في البرنامج الانتخابي نتاعي، قلت ربط المعتمديتين بكامل المعتمديات الأخرى لتيسير التنقل المريح لأبنائنا التلاميذ والطلبة درجة أولى. وبالنسبة ذكرنا اللي احنا أهم نشاط عندنا هو نشاط فلاحي. المسالك الفلاحية لابد أن تأخذ دور في فك عزلة على الفلاحين باش يوصلوا منتوجاتهم في أحسن الظروف. وانت ذكرت لي نشع وزقاق، نسيت لي الحزيزيه، ونسيت لي تزغران، ونسيت لي بوحدي الارياف بصفه عامه، ونسيت لي سيدي حسون. كلها مناطق هذه في حاجه اكيده لتحسين مسالكها الفلاحيه، وبالاحرى نقول مسالك فلاحيه خير من نقول مسالك ريفيه، لان النشاطات كلها فلاحيه بصفه عامه. وبالتالي شيء هذا لابد ان تتوفر كل الجهود من اجل ربط جميع القرى سواء في الهواريه سواء في تكلسة
ببعضها حتى يتسنى ترويج هذا الإنتاج الفلاحي في أيسر الظروف، وحتى يتسنى لأبنائنا التلاميذ والطلبة في التنقل بأريحية، وعمالنا وعاملاتنا إلى مصانعهم في أحسن الظروف. إذا نحكيو على الفلاحة بطبيعة الحال لازمنا نحكيو على مجلة المياه. هل ترى أنه من الضروري اليوم إيجاد صيغة جديدة أو تصور جديد لمعضلة المياه، وخاصة هنا أنه باش نلقاو في المجلس القادم فما مشروع كان محطوط منذ المجلس النيابي السابق يتعلق بتنقيح مجلة المياه. المياه في اتجاهين، مياه الشرب ومياه الري. بالنسبة لأريافنا خاصة في تكلسة والهوارية، واللي أكثرية عبادها يتزودوا بماء مجامع مائية، والمجامع المائية ثقلت عليها المديونية بشكل أنها لم تعد توفر الماء الصالح للشراب لأبنائها في القرى. احنا في تكلسة مثلا قرابة 3000 عائلة يتزودوا بمياه مجامع مائية، والمعظم أن الماء هنا ينقطع في بعض الأحيان إلى ما يفوق 15 يوما، وبالتالي لابد من إيجاد صيغة لأن الماء حق لكل مواطن تونسي، لابد من إيجاد صيغة قانونية في التشريعات القادمة إن شاء الله أن نوفر الماء الصالح للشراب لجميع المتساكنين، مش بالضرورة تكلسة الهوارية فقط، وإنما على مستوى وطني. بالنسبة لمياه الري أيضا المعضلة التاريخية، وخاصة مع شح أو ندرة المياه في السنوات الأخيرة، لابد على الدولة أن تفكر في مشاريع هامة جدا لتوفير مياه الري للفلاحين، وبالتالي ننظر لاستثمار فلاحي جيد. سي فتحي الزيادي، غدوة أنت في مجلس نواب الشعب وتم تركيز اللجان، شنو اللجنة اللي تراها مناسبة لك؟ أنا كما قلت لك بالنسبة للتصور البرلمان واللي قسمته أنا حسب رأيي أنا 3 كتل اللي باش ربما تتنافس أو على مناقشة المشاريع اللي مش ترسمها الدولة. اللجان نجم يكون في أي لجنة، المهم أن نجمع أكثر عدد من النواب للدفاع على كل ما يهم الشعب التونسي والمواطن التونسي بصفة عامة. هل تشوف روحك غدوة في كتلة تجمع النواب نابل، أم أنه فما كتل أخرى أنت في تصورك تلقاها موجودة؟ هي نابل ما تنجمش تعمل كتلة واحدة. هي كتلة واحدة لأنها ب 11 نائب ماذا ستمثل في البرلمان؟ لكن هنا الكتل كما رأيت أنا قلت لابد أن تكون كتل وازنة وكلها تصب في مصلحة المواطن التونسي في جميع اهتماماته، صحية، تربوية، اقتصادية، سياسية، إعلام، مجتمع مدني اللي لازم يكون عنده دور كبير وكبير جدا في مساندة الدولة للنهوض، خاصة في الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد هذه الأيام. كيفاش تنجم غدوة تمارس دورك الرقابي في المجلس التشريعي؟ الدور الرقابي مش يكون مبني على تصورات، خاصة أن النائب في الوقت الحاضر باش يولي، احنا قلنا ذكرنا اللي برنامج تشاركي، نقول تشاركي، النائب باش يعود المواطنين وأهله في جهته ويستشيرهم ربما ويرفع تطلعاتهم، وبالتالي الرقابة مش تكون مبنية دفاعا عن مصالح هؤلاء الذين أعطوني ثقتهم، وإن شاء الله ما تكون كان كلها تصب في مصلحة أهلي وناسي في الهوارية تكلسة. الهوارية تكلسة عديد الخصوصيات تخليها متميزة على بعض الدوائر الأخرى، كما قلنا من بين الإشكاليات هي الفلاحة وغيرها. في تكلسة سيدي عيسى يطالبوا بسيارة إسعاف وحماية مدنية، اليوم كيفاش باش تسعى إلى تلبية هذا المطلب؟ منذ حين تحدثنا على بالتالي لم نتحدث كثيرا عن القطاع الصحي احنا في تكلسة الهوارية. زدتنا دقيقة ونص. تفضل. القطاع الصحي بالنسبة لتكلسة الهوارية، خاصة كي نقول تكلسة، احنا ما عندناش مستشفى، عندنا مركز وسيط. مركز وسيط ربما يزور طبيب مرتين في الأسبوع أو 3 ما نعرفش بالضبط، لكن المعضلة والمساحة موجودة، مساحة كبرى أن باش ينجم يكون عندنا مستشفى محلي كامل الشروط. وهنا دعوة ولما لا للأطباء المقيمين أنهم يتولوا زيارة المستوصفات والمركز الوسيط هذا
في عديد المناسبات لدعم الطبيب أو الأطباء الذين يزورون مستشفيات، وخاصة كنقول المستشفيات أيضا بنية تحتية ومعدات تنقصنا ياسر. ذكرت لي الحماية المدنية، أول مطلب بالنسبة لتكلسة هو حماية مدنية. صحيح عندنا أمبيلونس، لكن الأمبيلونس لا تفي بالحاجة. لا قدر الله احنا عندنا طريق صعيبة خاصة اللي تربط بين تكلسة والهوارية على مستوى واد العبيد ارتابة. عديد الحوادث وقعت، وللأسف حوادث ربما في بعض الحالات كانت خطيرة، وهنا تدخل الحماية المدنية لابد أن يكون سريع وسريع جدا، ولن يكون كذلك إلا إذا كان عندنا فرع حماية مدنية بتكلسة المركز مثلا. واضح جدا. نشكرك بارك جينا احنا والوقت قد سي فتحي. شكرا ليك سي فتحي الزيادي المترشح على الدائره الانتخابيه المترشح على الدائره الانتخابيه الهواريه تكلسة. بالتوفيق ليك وبكافه المترشحين على نفس الدائره. دونك احنا مازلنا مواصلين شويه اخر يكون معنا ناخذ مترشح على الدائره الانتخابيه بني خلاد بوعرقوب. دونك فاصل ونواصل.